السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هتكلم عن قلق الامتحان. ايه هو قلق الامتحان؟ في كتاب قوة العقل الباطن كان في بيتكلم عن حاجة اسمها قانون الجهد العكسي. يعني ايه قانون الجهد العكسي؟ يعني بكل بساطة كده انت بتبذل مجهود جامد والمجهود ده بيترد عكس ما انت عايز. وبيدي مثال بيحصل كتير عندنا في مصر. المثال ده انا بوضحه ليه؟ عشان تعرفوا الظاهرة موجودة في امريكا زي ما موجودة في مصر. ايه هي؟ الواحد يدخل لجنة الامتحان وما يعرفش يحل، يخرج من اللجنة يلاقي الحل جه في دماغه. هي دي الفكرة كلها بتاعت قلق الامتحان. ان انت بيكون عندك نسبة قلق عالية جدا. القلق ده بيخليك بكل بساطة كده ما تعرفش تحل حاجة ساعة الامتحان في اللجنة. تخرج من اللجنة تلاقي نفسك الحاجة اللي كنتش فاهمها بتفهمها، بتلاقي نفسك بتفتكر الإجابة الصحيحة. موقف شهير جدا بنتعرض له كلنا. قلت في فيديو سابق اللي انا هتكلم معاكم عن رسم البيان بين علاقة القلق والعقل. العقل لما يكون القلق متوسط بيكون أداء عالي جدا. لما يكون القلق زيادة العقل بينزل. لما يكون مفيش قلق خالص العقل ما بيهتمش اصلا، ما بيعملش حاجه خالص، مفيش شغل. العلاقه دي بيسموها علاقه منحنيه. كنت قلت المنحنى ده هفهمه لكم قبل كده في ايه، في فيديو سابق. طيب ايه اسباب ظاهره قلق الامتحان، او ايه اسباب الظاهره دي اللي بيخلي الواحد يدخل الامتحان ما يعرفش يحل حاجه ومن بيخرج الاجابه تترد في دماغه؟ اول حاجه اسباب متعلقه بايه؟ يعني الظاهره دي مش بتبتدي في ساعه الامتحان بس، لا دي لها اسباب بعيده قوي. اول سبب الضغط. الضغط ازاي بقى؟ لا تؤجل. اتكلمت قبل كده في فيديوهات المذاكره ان الواحد لما بيأجل المذاكره، يعني طلبه كتير بتقابل المفروض تبتدي من سبتمبر بتذاكر في نص 12، بيضغطوا نفسهم حتى لو خلص المنهج قبل الامتحان في يناير. بيكون بكل بساطه حاشا مخه كتير جدا، ضغط نفسه. ضغط ما واحد بيكون ضاغط نفسه قوي وحاطط نفسه قدام جبل معلومات ويكون مضغوط، بيزيد عنده افراز هرمون الكورتيزول. افراز هرمون الكورتيزول ده بيسبب ايه؟ بيسبب زياده في القلق. طب زياده القلق بتعمل ايه؟ بتوقف العقل ساعه الامتحان. حتى لو انا مقفل الماده حاططها وحافظها في دماغي، بخرج من الامتحان الاجابه تترد في دماغي. تاني حاجه ضغط الاهل. طلبه كتير في الثانويه العامه بيذاكروا من اول، ممكن يذاكر من شهر 8 وامتحان في 6، يذاكر كتير 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 وفعلا بيجتهد، بس مضغوط طول الوقت قالوا ضاغطين عليه انك لازم تجيب مجموع كبير، لازم 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 عشان كذا او كذا او كذا، لازم تدخل كليه، لازم تغيظ كذا، لازم نفرز كذا. ايه اللي بيحصل له في الاخر؟ اللي بيحصل له بكل بساطه ان بيدخل الامتحان من كتر الضغط اللي تعرض له برضه افراز هرمون كورتيزول عالي جدا. ايه اللي يحصل له؟ قلق جامد. القلق ده بيسبب شلل العقل، يخرج من الامتحان يلاقي الاجابه جت في دماغه. طب ازاي نتعامل مع الضغط؟ النصيحه بتاعتي هنا ان انا قلت لك نظام مذاكره في الفيديوهات اللي فاتت، ان انت بتذاكر 4 ساعات في اليوم وال20 ساعه الباقيين نام فيهم وتاخد اكبر قدر من المعلومات في اقل وقت ممكن. ده بالنسبه لتؤجل عمل اليوم من الغد. انا شرحت نظام مذاكره باخد في اكبر قدر من المعلومات في اقل وقت ممكن عشان يبقى عندك نفس انك تذاكر. لما تكون عارف المذاكره مش هتاخد اكتر من 4 ساعات، مادتين، كل ماده ساعتين كحد اقصى. طيب بالنسبه لضغط الاهل او اي ضغط نفسي بواجهه، الحكايه كلها في ايه؟ الضغط بيؤدي لزياده هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول بينتشر في الدم يخليك قلقان. اشرب فيتامين سي كتير من غير سكر، برتقال كتير من غير سكر، ليمون كتير من غير سكر، بتلاقي قلقك قل، تلاقي نفسك تقدر ان انت تحل كويس، عقلك يشتغل كويس. طيب دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه التفكير السلبي. يعني ايه التفكير السلبي؟ الانسان عاده لما بيكون عنده افكار سلبيه بتدور في دماغه اللي بيحصل له بيقلق جامد قوي. طب انا اعمل ايه؟ انت بكل بساطه لاحظ الافكار السلبيه بتجيلك ساعه عن ماده معينه. مثلا انا خايف من ماده الفيزياء، دايما بيجيلي خاطر ان الماده صعبه، ان انا هسقط في الامتحان هيجي صعب، كذا 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 كذا،
افكار سلبيه كتير بتجيلي. طب ازاي اتغلب على الحته دي؟ اتغلب عليها بحاجه بنستخدمها في علاج نفسي اسمها الحوار الذاتي الايجابي. ايه هو الحوار الذاتي الايجابي؟ اجيب ورقه فاضيه اكتب فيها الفكره، زي مثلا كده الماده صعبه، اعمل سهم تحت او من الجنب، اقول ايه الفكره المضاده ليها سهله بالمذاكره، اقولها بصوت عالي واكتبها بايدي. انا هسقط في الامتحان، اكتب الفكره دي واعمل سهم كده جنبها، ان شاء الله هنجح. الامتحان هيجي صعب، ان شاء الله هعرف احل وانجح. رد على نفسك، فكر في الفكره، هتجيلك الافكار غصب عنك، تجيلك تدور في دماغك. بكل بساطه كده تغلب عليه بالحوار الذاتي الايجابي. دي طريقه ان انا اقول الفكره السلبيه واعمل جنبها سهم او تحتها كده سهم، زي ما انا موضح الماده صعبه سهله بالمذاكره، هسقط في الامتحان ان شاء الله انجح الى اخره. رد على نفسك رد ايجابي، ما تسيبش الفكره السلبيه تسيطر عليك. ما تسيبها تسيطر عليك مش هتعرف تعمل حاجه، القلق هيسيطر عليك، عقلك هيتشل. يبقى الحوار الذاتي الايجابي طريقه. ايه الطريقه الثانيه؟ اي فكره سلبيه تجيلك اكتبها واحرق الورق. اي كلام جواك مضايقك مزعلك، اي افكار سلبيه بتسيطر عليك، اكتب كل اللي جواك حتى لو شتايم، مهما كان هتكتبه كلام، اي كلام تافه اكتبه واحرق الورقه بعد كده. بعد ما تفرغ خالص كتابه، مفيش حاجه تكتبها. يبقى الحوار الذاتي الايجابي او تفريغ الكبت، الاتنين بيعتمدوا ان انت بتخرج افكارك على الورق، ترد عليها بكلمه فكره ايجابيه او بتحرق الورقه بعد كده. وتجرب التقنيتين، انت مش خسران حاجه. بعد التفكير السلبي، رهبه الامتحان. اي موقف انت بتحس فيه ان اللي قدامك بيقيسك، بتحس بالقلق. موقف الامتحان بيقيس قدراتك العقليه، تذكر لو امتحان على النظام القديم، او فهم لو امتحان اوبن بوك على النظام الجديد. انا هتكلم شويه على التذكر رغم لان انا بتكلم كل الطلبه مش طلبه ثانويه عامه بس. طيب ايه بقى الفكره؟ يعني مثلا برضو موقف ان انت تقدم لوحده، ده موقف قياس ليك بتقلق فيه ان انت خايف تترفض. اي موقف فيه قياس ليك بيبقى ليه رهبه، سواء موقف الامتحان او موقف ان انت تقدم على شغل او تقدم لواحده عايز تتجوزها. طب اعمل ايه؟ كسر الرهبه. ازاي؟ التدريب، تريننج، تدريب. في مثل في الجيش دايما بيقولوا ايه؟ العرب في التدريب وفر الدماء في المعركه. بكل بساطه حط نفسك في موقف الامتحان، حط نفسك كانك حط نفسك، جيب مكتب وجيب نماذج امتحانات بتاعت سنين سابقه او اي نماذج امتحانات تلاقي اي ماده انت شايفها صعبه، واقعد. انت ذاكرت الدرس وعملت اللي عليك، حاول اول حاجه اقرا الاسئله. قراءتك للاسئله مره واثنين وثلاثه اكتر من نموذج امتحان تكسر رهبه الامتحان. اجابتك سؤال من الاسئله دي بتكسر رهبه الامتحان اكتر، تدخل الامتحان بعد كده وانت مفيش رهبه كتير. خلاص ايه اللي حصل؟ اخدت شويه في شويه على موقف الامتحان، ما بحسش بقى بايه بالتوتر اللي بيجي لي زي الاول. يبقى التدريب على الامتحان. وانت بتتدرب على الامتحان حط في دماغك ان انت في موقف امتحان فعلي، مش مفيش غش، مفيش لا انا احاول افتح كتاب اشوف الاجابه الصحيحه. طب اعمل ايه بقى ساعه موقف الامتحان الفعلي ده، او بدرب نفسي على موقف الامتحان الفعلي ده؟ نقطه بعديها اكسر الحاجز. يعني ايه اكسر الحاجز؟ احكي لكم قصه حصلت معايا من الجامعه. كان عندي امتحان ماده اختبارات نفسيه، قياس نفسي، في سنه ثالثه. الماده دي كان الاسئله الدكتوره جايبها لنا فيها معتمده على الفهم. الامتحان كان من 9 ل 12، ما كانتش معتمده على الحفظ، ما كانتش اوبن بوك، بس كان معتمد على الفهم. اجابه السؤال كانت سطرين. دخلت شفت الامتحان اتخضيت. قعدت من 9 تقريبا 9 وتلت 9 ونص كمان ما كتبتش حاجه. لقيت الوقت قاعد يعدي يعدي، وانا قلت كده انا هسقط في الماده، اعمل ايه؟ راح ربنا الهمني فكره، ودايما بقولها للطلبه وبنفذها من ساعتها. قلت انا هكتب اي حاجه ولو غلط. في علاقه تبادليه بين القلق وحركه الايد. قلق يعني شلل حركه الايد، طب لو حركت ايدي القلق يروح. رحت قعدت اكتب الاجابات الغلط. عارفين ايه اللي حصل؟ القلق راح،
لقيت نفسي وانا بكتب الاجابات الغلط الاجابات الصحيحه ردت في دماغي، رحت شاطب الاجابه الغلط وكاتب الاجابه الصحيحه، جبت 17 من 20، جيد جدا في الماده. النقطه اللي بعديها 3 حاجات ساعة موقف الامتحان وانت بسبب بتتدرب او انت في الامتحان لازم تكون عارفها. اول نقطة ايه؟ هدوء. النقطة الثانية تذكر. النقطة الثالثة تمرين. يعني ايه النقط دي؟ انا بكتب اي حاجة على البورد انا بفكر نفسي لان الكلام كتير. لازم ساعة الامتحان تكون هادي جدا. انا قلت ازاي تبقى هادي في الاول تتغلب على الافكار السلبية، لكن ساعة الامتحان نفسه لو دلوقتي بسبب قاعد في جلسة تدريب على موقف الامتحان او الامتحان في اخر السنة لازم تكون هادي. طب ازاي ابقى هادي؟ اول حاجة فكر في موقف جميل في حياتك، اي حاجه بتحسسك بالراحه. فكر حتى في موقف يديك قوه كده. يعني ايه؟ كان في فيلم بتاع احمد عيد حسن حسني قال له ايه؟ قال اما تلاقي نفسك محبط شوف الشريط ده، كان بيوريك جون بتاع مجدي عبد الغني. انت فكر في اي حاجه برضو ايه يا تحسسك بالراحه تديك حماس حتى لو تفتكر اغنيه. دي نقطه. النقطه الثانيه في الهدوء وانك تعكس حاله القلق بتسيطر عليك، التنفس العميق. ده شرحته قبل كده. خد نفس عميق، املى رئتك كلها، عد ل10 وخرج النفس. تلاقي نفسك بتهدى. كم مره الحكايه دي؟ كم مره تلاقي نفسك بتهدى. الحاجه الثالثه بكل بساطه كده، لو ممكن تجيب نعناع هولز، جيب نعناع هولز حطه تحت لسانك ساعه الامتحان او ساعه التدريب على موقف الامتحان. وساعه التدريب بيبقى افضل، انت كده بتعود نفسك، انت بدرب نفسي على موقف الامتحان وكمان بعود جسمي انه يبقى هادي ساعه الامتحان. النعناع ليه؟ بيخليك تبقى هادي وريلاكس كده وتحس ببروده كده في بقك جامده. انا مجرب الحكايه على نفسي يعني. وتهدى كده وريلاكس خالص. كل ما تبقى ريلاكس عقلك يشتغل احسن. دي نقطة. يبقى قلنا 3 وسائل للحصول على الهدوء ساعة موقف الامتحان. انك تفتكر حاجة حلوة او حاجة تحسسك بالقوة حتى لو اغنية كده. الحاجة التانية التنفس العميق. الحاجة التالتة نعناع هولز. النقطة اللي بعدها التذكر. سواء الامتحان جالك فهم عن اوبن بوك او تذكر، انا بوجه كلامي لكل الطلبة سواء طالب ثانوية عامة او غير ثانوية عامة. بكل بساطة كده تعمل ايه؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن الخرائط الذهنيه ومخطط الدرس في درس في الفيديو بتاع مخطط الدرس، واتكلمت عنها اكتر من مره. في حاجه اسمها صدمه الامتحان. لو امتحان جالك على التذكر بالذات. يعني ايه صدمه الامتحان؟ بشوف شكل الاسئله بتخض، بلاقي نفسي بنسى ما بعرفش احل حاجه. اللعبه اللي هتلعبها هنا اول ما تستلم ورقه الاجابه في درس انت قلقان منه او حاسس انك هتنساه، قبل ما تستلم ورقه الاسئله امسك ورقه الاجابه من ورا واعمل المخطط بتاع الدرس. هتشوف السؤال هتتخض، ممكن تنسى. طب انا اصلا عامل مخطط الدرس. هتشوف الكلمات اللي انت حافظها، كلمات التاجز او الكلمات الدلاليه اللي انت اول ما بتشوف كلمه زي ما قلت قبل كده بيبقى كانها ايه؟ طرف خط وبتسحبك خط بيكر معاك. فايه الاحتمال ان انت تنسى؟ دي نقطه. النقطه الثانيه لو بتذاكر اي ماده صعبه اعمل ارتباط، بس المره دي بقى مش ربط حاجه قديم حاجه جديده. انا هعمل حاجه اسمها الارتباط الشرطي اللي درسته بتوع النفس يفهمني. بربط بين حاجتين في نفس الوقت. بيقول لك اكتر حاجه ممكن تربطها مع معلومات بتتعلمها وتفكرك بالمعلومات بتتعلمها قريتها فهتعلم المعلومه دي. ذاكره الشم. يعني كل ما ذاكر حاجه قلقان منها قبل ما تذاكر على طول جيب منديل معطر واقعد تشمه. تدخل الامتحان في معلومه انت حاسس ان انت هتنساها، خلي المنديل المعطر جنبك. اول ما تشوف المعلومه في السؤال بيسال عن المعلومه دي، مثلا بيسال عن قانون فيزيائي، بيسال عن معادله كيمياء كبيره الى اخره، حاسس ان انت هتتلخبط، شم المنديل المعطر الاول. في الفكره هنا كلها كل ما تيجي مثلا تحفظ معادله كيمياء كبيره او قانون فيزيائي كبير او اثبات في الفيزياء برهان مثلا، اي حاجه من الحاجات دي حاسس ان انت هتنساه، قبل ما تيجي تذاكره شم المنديل المعطر. ساعة الامتحان هتيجي تسمعه شم المنديل المعطر الاول. ذاكرة الشم هتشغل معاه ذاكرة ايه؟
ذاكره الماده اللي انت حفظتها، ده اسمه الارتباط الشرطي. دي نقطه تانية في التذكر. يبقى النقطه الاولى الخرائط الذهنيه، النقطه الثانيه استخدام المنديل المعطر. غير كده تمرين. ايه بقى التمرين ده؟ طلبه كتير في النظام الجديد للثانويه العامه بيشتكوا من حاجه، ايه هي؟ ان الاسئله بتقيس الفهم جدا، وبتبقى فيها اسئله زي اسئله الذكاء، بتبقى اسئله معقده جدا. اتكلمت معاكم قبل كده ان الانسان ممكن يبقى ذكي في الرياضيات، في الفيزياء، وهي حاجات معقده ومتطلبه مستوى ذكاء يعني فوق المتوسط ساعات، عن طريق تنشيط حاجه اسمها الشبكات الدماغيه. واديت القصه اللي هي بتاعت الراجل الحراميه ضربوه على دماغه وراجل الكهرباء صعقته، واتكلمت عن نتيجه الدراسه لتحفيز بعض مراكز المخ ينشط القدره الحسابيه. انت ساعه ما تدخل امتحان معتمد على الفهم، اوبن بوك او سواء اوبن بوك او غير اوبن بوك، امتحان فيزياء، رياضه مثلا، اي ماده بتتطلب تشغيل العقل، لازم عقلك كله يشتغل. طب اعمل ايه بقى؟ انت اول حاجه تتدرب عليها ساعه رهبه الامتحان. يعني مثلا بحل لوحدي امتحان فيزياء او رياضه، اسمع للشبكات الدماغيه اللي ما بتشتغلش عاده في دماغك في. طب يعني ايه اسمع؟ يعني بكل بساطه وانت قاعد في التدريب على الامتحان او في الامتحان اخر السنه، سد ودانك ما تسمعش حد غير نفسك، حاول تحط سدادات اذن. النقطه الثانيه، ركزوا على حركه ايدي. دراسه قريتها بتقول ايه؟ لو انت عملت قبضه ايدك كده جامد بتنشط هنا، ولو عملت هنا نشط هنا. انا قلت لكم قبل كده الراجل اللي اتضرب على دماغه حصل له حاجه اسمها اضطراب تكامل حسي، في شبكات دماغيه اشتغلت في دماغه او مراكز في المخ عاده بتشتغل في دماغه ما بتشتغلش في اوقات اليقظه، ده اللي اتقال له. وقصه موجوده على موقع سي بي سي، قصدي موقع اللي هو بي بي سي عربي، من ملاحقه الفتيات العبقري في عالم الرياضيات. انت بكل بساطه لما تقبض ايديك مع بعض كل شويه بتنشط مراكز المخ. مراكز المخ دي بتعمل وصلات عصبيه. كان مره في مقال في سيسا بوسطة قريته بيقول ايه المقال ده؟ مقال اسمه كيف يؤدي النوم السيء الى تاكل الدماغ، تاكل المخ حرفيا. في اخره كان في حتى دراسه كده عن الابداع، بيقول لك ان الانسان بينام كويس وهو نايم بتحصل وصلات بين مراكز في المخ المفروض ما تتصلش ببعض اصلا، زي حكايه الراجل اللي قالوا له ايه؟ انت في مراكز عندك في المخ اتصلت ببعضها في اضطراب التكامل الحسي، لا ما بتشتغلش عاده في حاله الوعي. انا الفكره كلها بعمل كده ايدي كل شويه وسدد وداني، بعزل نفسي عن ايه؟ عن بره. بسمع ساعات عن الشبكات الدماغيه في عقلي، بنشط شبكات دماغيه عاده ما بتشتغلش، انا بنشط النص ده والنص ده في نفس الوقت. وريت انت بتعمل التمرين ده تكون عامل شويه تنفس عميق. اعمل كام مره تنفس عميق، اقفل ودانك ويا ريت تغمض عينيك، تعزل نفسك عن البيئه الخارجيه تمام ساعه امتحان ما يكون سؤال فهم. طب انا قبلها برضو اعمل ايه؟ ما تبتديش بالاسئله الصعبه قبل الاسئله السهله. دايما نقي اسهل اسئله ابتدي اجابتك بيها. ليه؟ عشان لو انت ابتديت بالسؤال الصعب، ايه اللي بيحصل لي؟ بيحصل لي بكل بساطه كده قلقي بيكون زايد جدا، بيخليني اتشل، وحتى السؤال السهل ما بعرفش احله. يبقى دي نقطه مهمه، ما تبتديش بالاسئله الصعبه، ابتدي الاسئله السهله، وبعد ما تخلص الاسئله السهله خالص وتخلي السؤال الصعب في الاخر، اعمل اللي انا بقول لك عليه. اعمل كم مره تنفس عميق او حط العناع هولز تحت لسانك. دي النقطه الاولى، الهدوء. تاني حاجه سد ودانك ما تسمعش حاجه خالص، غمض عينيك ايدك كده كل شويه. مره في مره اللي بيحصل تنشيط شبكات دماغيه ما بتشتغلش عاده في حاله الوعي. هتلاقي فجاه كده بيجي خاطر باذن الله سبحانه وتعالى بالاجابه الصحيحه، ما تعرفش جات لك ازاي. زي ما بيقول كده العقل الباطن يشتغل. العقل الباطن هو في الاخر ايه؟ شبكات دماغيه لا تشتغل عاده في حاله اليقظه. وبيقول لك اي الانسان بيتعرض لاي مشكله بيفكر عليها على المستويين، مستوى العقل الواعي ومستوى العقل الباطن. العقل الباطن اللي هو بيجيب لك الفكره الهام، انت ما تعرفش جت ازاي، ما بيكونش بيستخدم التحليل عاده، بيستخدم طرق تانية. التحليل عن التفكير منطقي بيكون عقل واعي، في طرق تانية بيستخدمها العقل الباطن غير التحليل. انت بقى تستخدم النصين، التحليل
والمنطق والعقل الباطن وشبكاته. النقطة اللي بعديها وآخر نقطة في الشرح ده كله، لا تراجع بعد الامتحان. خلصت المادة ما تراجعش واقفل، واللي كتب انت مش هتقدر تراجع الماضي. اهتم بالمادة الجاية. لو حطيت في دماغك الماضي دايما مش هتعمل حاجة في المستقبل. خلاص قفلت المادة، اهتم بالمادة الجاية، وقدر الله ما شاء فعل لك في أي خسائر. اهتم بالمادة الجاية، دي أهم حاجة. ما تراجعش خالص ولا تزود قلقك ولا تتعب نفسك. خلاص. ليه؟ عشان أقدر أهتم بالمادة الجاية وأقدر أحقق فيها نجاح. كده أنا بإذن الله خلصت سلسلة المذاكرة. السلسلة الجاية إن شاء الله هتكون عن الذكاء والإبداع. عن إذنكم.